والخطوة الأخيرة الرحلة بتخلص، وممكن السواق يكون حاطط مقابل رمزي بسيط أو حتى عملها لوجه الله. بقول لك نعم. صلي على النبي وركز معايا. ماشي. الزحمة من الزحمة كابوس بيتكرر كل يوم لملايين مننا. بس النهاردة هنتكلم عن فكرة مش عادية، فكرة مقترحة بتحاول تبص للمشكلة دي من زاوية تانية خالص، زاوية ملهمة جدا. طبعا السؤال ده إجابته معروفة، كلنا بنعاني من الزحمة في المواصلات، إحساس إن الواحد محبوس في عربيته أو في المواصلات عموما، والوقت بيجري وبيضيع على الفاضي. بصراحة شعور صعب وكلنا عارفينه كويس قوي. طيب خلينا نشوف هنتكلم في إيه بالظبط. الأول هنبص على المشكلة اللي بنعيشها كل يوم، بعدين هنشوف الحل المقترح ده وهنعرف بيشتغل إزاي بالظبط، وبعدها هنتكلم عن أهم حاجة، الأمان. وفي الآخر خالص هنعرف إيه الحكاية اللي ورا الفكرة دي كلها، مصدر إلهامها إيه. يلا بينا نبدأ بأول نقطة، المشكلة اليومية، زحمة، تكدس، وطبعاً تأخير، شلل تام، والوقت هو الحاجة الوحيدة اللي عمالة تمشي والواحد واقف في تطبيق مكانه. اسمه خلينا بقى فضل ظهر. نتكلم في الحلول. فضل ظهر توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. ببساطة شديدة قايمة على إننا نستغل الحاجات الموجودة أصلاً ومش مستغلينها. يعني إيه؟ يعني التطبيق ده كل وظيفته إنه يوصل اتنين ببعض. الأول سواق رايح مشواره عادي جداً بس عنده كرسي فاضي في عربيته أو يمكن أكتر، والتاني راكب عايز يروح نفس المشوار أو حتى حتة منه. لحد هنا الكلام جميل قوي والفكرة شكلها عبقرية، بس السؤال بقى المهم، إزاي ده ممكن يشتغل فعلاً على أرض الواقع؟ تعالوا نشوف الموضوع ده ممكن يمشي إزاي بخطوات بسيطة جداً للسواق والراكب. الحكاية كلها في 3 خطوات. أول خطوة، السواق اللي عنده مكان فاضي أو فضل ظهر زي ما بنقول بيفتح الابليكيشن وبيحط تفاصيل مشواره، يعني رايح منين لفين. الخطوة التانية، الراكب اللي محتاج يروح في نفس السكة بيفتح الابليكيشن ويلاقي الرحلة دي فيقوم طالبها. وأهم نقطة هنا ودي اللي بتفرق، إن السواق مش بيغير طريقه ولا بيلف، لأ هو ماشي في سكته عادي جدا. والخطوة الأخيرة الرحلة بتخلص، وممكن السواق يكون حاطط مقابل رمزي بسيط أو حتى عملها لوجه الله. أكيد أول سؤال هيجي في بال أي حد دلوقتي، طيب وموضوع الأمان، هل ده آمن أصلاً؟ وده سؤال مهم جداً ومنطقي. عشان كده لازم نتكلم عن أهم نقطة في الموضوع كله، الأمان، وإزاي ممكن نبني الثقة بين الناس اللي بتستخدم التطبيق. لأن بصراحة فكرة زي دي يا تنجح بالثقة يا ما تنجحش خالص، مفيش حل وسط. لازم يكون في ثقة كاملة بين كل الناس، وعشان كده بالظبط أي تصميم للفكرة دي لازم يحط الأمان والثقة دي رقم واحد قبل أي حاجة تانية. طيب الثقة دي هتيجي منين؟ الفكرة إن التطبيق نفسه يكون فيه كذا ميزة أمان أساسية. زي إيه؟ أولاً هوية كل الناس اللي على التطبيق سواقين وركاب لازم تكون متوثقة ومتأكدين منها. تانياً يكون فيه تتبع حي للعربية بالGPS طول الرحلة. والأهم من كل ده يكون فيه زرار طوارئ في الابليكيشن، لا قدر الله لو حصل أي حاجة ممكن يدوس عليه يبعت إنذار فوري. ودلوقتي نيجي لآخر حتة في الحكاية، والجزء اللي بيدي للفكرة دي كلها معنى وعمق مختلف تماماً. هنتكلم عن مصدر الإلهام، وليه الفكرة دي مش مجرد أبليكيشن مواصلات وخلاص. اللي بيخلي الفكرة دي ليها طعم تاني خالص هو الأصل الغاية منه. الحديث الشريف بيقول: كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني ايه بقى فضل ظهر؟ كانت بتتقال على الدابة الزيادة، يعني وسيلة الركوب اللي مش محتاجها. فالمعنى إن اللي معاه حاجة زيادة عن حاجته يشاركها مع اللي معندوش، ببساطة كده. يعني الفكرة هنا مش إننا عملنا حل ذكي للزحمة بالتكنولوجيا وخلاص، لا، الفكرة أعمق، إننا بناخد قيمة عظيمة وأصيلة في ثقافتنا، قيمة مساعدة الناس لبعض والتكافل، وبنطبقها بشكل عملي يناسب العصر اللي احنا فيه. وده بيخلينا نقف ونسأل نفسنا سؤال مهم قوي، مش بس بخصوص المواصلات، لا، ده في كل حاجة في حياتنا. إزاي نقدر نستخدم التكنولوجيا والأدوات الحديثة اللي في إيدينا، مش بس عشان نسهل حياتنا ونحل مشاكلنا، لا، الأهم عشان نرجع نحيي القيم الحلوة والأصيلة بتاعتنا تاني. سؤال فعلا يستاهل نفكر فيه.